بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم وحلقة جديدة من قناة أحترف إكسل مع ممدوح. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن خاصية جميلة جدا في الإكسل، وهي خاصية الداتا بار. إزاي بستخدم الداتا دي. عادة بتستخدمها في توضيح بياني أرقام معينة أو حاجة حسابات معينة بتوضح لك حركة هذه الحسابات أو حركة المبيعات أو حركة الموردين أو حركة الأرصدة عامة. بتوريك الدنيا ماشية ازاي. طيب ازاي انا بعمل زي المثال اللي قدامنا دوت كده. مثلا عندي مجموعة مناديب او مجموعة موردين، ودي حجم المبيعات اللي حققوها او ارقام المبيعات اللي هم نفذوها، وده التوضيح البياني لكل رقم مبيعات. ازاي انا بعمل الكلام دوت، وازاي لو عملت هنا قيمة مختلفة عن الأرقام اللي موجودة ديت بالإشارة العكس أو بإشارة السالب. لو جيت هنا مثلا عملت سالب 2000 يظهر لي الكلام ده. ده اللي هنشوفه مع بعض. يلا بينا نشوف الموضوع بيمشي ازاي. عندنا المثال دوت كده بالظبط. هنا الداتا بار بتاعتي انا جبت الارقام دي ازاي. الارقام ديت الداتا بار دي انا بعملها على قيم. فهاجي هنا في الاول انا عندي احمد ممدوح منفذ مبيعات مثلا 2000 جنيه، ايمن جمعة منفذ 1000 جنيه. فانا عشان اعبر عنهم بالتوضيح البياني لازم يبقى فيه قيم اللي هعبر بيها. فهاجي هنا مثلا هعمل يساوي 2000 جنيه، فهعمل اوكي وهاجي هنا كده. طيب انا عايز بقى ادرك الداتا بار بتاعتي في الخانة دي. فهاجي على قائمة هوم، واروح على الايقونة بتاعت كونديشن فورمات، وهاجي على داتا بارز، وهاجي على سولد فيل، واختار اي واحدة من دول زي ما انت عايز، يعني اللون اللي انت عايزه. اوكي، انت كده كده ممكن تغير الالوان وهنشوف مع بعض ازاي. طيب دلوقتي الارقام دي اتغيرت، ودي بالسالب، بس هنرجع دي كده ايه بالموجب عشان ايه الدنيا تبقى واضحة بالنسبة لنا. طيب انا دلوقتي ظهر لي الشكل دوت، بس في مشكلة عندي. المشكلة ان انا الارقام باينة، انا عايز الارقام ما تبقاش موجودة. فهاجي على كونديشن فورمات، وهاجي على مانج رولز، وهدخل عليها وهعمل حاجة اسمها edit rules. تمام، دخل لي على الشكل ده. فهنا اول حاجة بيقول لي فورمات ستايل الداتا بار. انت عايز ابين البار بس. تمام، شو بار اونلي. فهعلم على البوكس اللي موجود ده بعلامة صح. تمام، وهنا بيجي يقول لي ايه؟ بيقول لي السولد فيل، هل انت عايزه اللون ده؟ انت بتختار اللون اللي انت عايزه، تختار اللون اللي انت عايزه. عايز تختار مثلا اللون ده كده. تمام، وهل بيقول لك انت عايز تعمل له اطار خارجي؟ فهعمل له مثلا، هقول له ماشي اوكي سولد بوردر اخليه بالاسود. فبيقول لي البريفيو بتاعي هيبقى بالشكل ده. اقول له اوكي، وهاجي هنا على هلاقي حاجه زرار مكتوب عليه نيجاتيف فاليو اند اكسس، يعني القيمه السالبه اللي عندك هتعمل معاها ايه لو في قيمه سالبه. فهدخل عليها كده، ليه هو مديني اللون الاحمر، فانا هخليه مثلا باللون مثلا الايه عشان تبقى ماشيه، خليه باللون البني ده كده. طيب انت عايز ليه بوردر برضو؟ هقول له خليه اللون الاسود، وهقول له اوكي. اوكي ابلاي. اوكي، ظهرت لي بالشكل ده كده يا جماعه. تمام، ظهر لي بالشكل دوت. طيب لو جيت هنا مثلا عملت مثلا هنا كده سالب 2000، ظهر لي باللون التاني. تمام، بس هو انا شايف ان احنا نخليها باللون الايه يعني الاخضر والاحمر او الاسود والاحمر. فهندخل نعدل، عايزين نعدل على الالوان دي، فهندخل نعدل عليها كده. هنعمل ايه؟ مانج رولز، وهاجي اعمل اديت رول، وهاجي هنا في الكولر دوت هخليه اسود مثلا، وهقول له اوكي، وهاجي هنا اخليه الاحمر، هو كان افضل يعني. واقول له اوكي. اوكي ابلاي. اوكي، كده يبقى شكله ايه افضل شويه. تمام، ظهر لي هنا مثلا، بيظهر لي بقى هل 6000 دي اعلى مبيعات. القيمه السالبه ظهر لي باللون الاحمر،
فمديالي الارم او تنبيه ان في مشكلة عندك في بالنسبة لمندوب المبيعات دوت. آه، بس ده لو انت عايز بقى ترجع الدنيا زي ما كانت في الاول، او عايز ترجع الارقام زي ما كانت، بتروح على كونديشن فورمات وبتعمل حاجة اسمها كلير رول، وبتقول كلير رول فروم سيلكتد سيل، وبترجع تاني زي ما كانت. ده كان موضوع حلقتنا النهارده، ورب يكون الفيديو عجبكم. وفضلا وليس امرا ما تنسوش دعمكم للقناه بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وما تنسوش اللايك والشير. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.